أهلا بكم يا سنة رابعة ابتدائي. هنشرح مع بعض الدرس الثالث من الوحدة الأولى، نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا. التعليم في مصر قديما إنه يهتم المصريين القدماء زمان أجدادنا القدماء بالتعليم، لذلك قاموا باختراع الكتابة الهيروغليفية. أما أجدادنا القدماء اخترعوا الكتابة الهيروغليفية، يبقى عاوزين نتعرف على ايه الكتابة الهيروغليفية دي. تعريفها انها كانت على ايه زي ما في الصورة قدامك، على شكل صور ورسوم، واستخدموا الورق البردي للكتابة عليه. يبقى دي ايه الكتابة الهيروغليفية اللي استخدمها اجدادنا القدماء، كانت على شكل صور ورسوم استخدموها ورق البردي للكتابة عليه، زي ما قدامك ايه الحروف وقدامك ايه الرسومات، لكل حرف ليه رسم معين. طب أهميتها ليه؟ بما تفسر ليه يعني؟ عشان استخدمت في تسجيل الأحداث والأخبار وأهم الإنجازات، زي ما انت شايفها على جدران المعابد. استخدمت ايه في تسجيل الأحداث والأخبار وأهم الإنجازات اللي ساعدت على معرفة الحضارة المصرية. يعني أنت لما تروح المعابد كده أو في الأقصر أو في أسوان أو في النوبة أو في المناطق الأثرية اللي عندنا، الحمد لله بلدنا كلها مليانة آثار، فأنت تشوف الكتابات اللي على الجدران دي. يبقى استخدموا الكتابة الهيروغليفية زمان أجدادنا القدماء، استخدموها في تسجيل الأحداث والأخبار وأهم الإنجازات، مما ساعد على معرفة الحضارة المصرية القديمة. طيب تمام. طيب وإنشاء المدارس، إنشاء المدارس زمان، وكانت جامعة أون أول جامعة في التاريخ، حيث ايه كان يأتي إليها الطلاب من ايه جميع أنحاء العالم. يبقى إنشاء برضه اتنين، إنشاء المدارس، وكانت جامعة أون أول جامعة في التاريخ، حيث ايه كان يأتي إليها الطلاب من جميع أنحاء العالم عشان يتعلموا عندي. ثانيا ايه الأمية في مصر، إن مصر بتعاني كأي دولة أخرى في العالم، كأي دولة تانية يعني، من مشكلات اجتماعية. مشكلات اجتماعية إيه؟ بتعيق أو توقف أو تعطل خطط التنمية في مصر، زي إيه؟ الأمية والبطالة والفقر، هم الثلاثة دول. لكن الأمية تأتي في مقدمة تلك المشكلات. في طبعا الأمية تنقسم إلى إيه؟ نوعين، في أمية هجائية وأمية المعلومات اللي هي التكنولوجية. خد بالك، الأمية الهجائية اللي هي الفرد ما عندوش القدرة على الكتابة ولا القراءة، ما يعرفش لا يقرأ ولا يكتب زي ما بيقولوا، دي اسمها الأمية الهجائية. لكن الأمية المعلوماتية اللي هي التكنولوجية، اللي هي ايه المقصود به؟ ان عدم القدرة الفرد على تشغيل الجهاز او الاجهزة اللي قدامه. يعني الفرد ما يعرفش يشغل الاجهزة التكنولوجية ويتوصل من خلالها للوصول الى معلومات، يبقى دي تنقول عليه ايه امية المعلوماتية اللي هي التكنولوجية. دول ايه النوعين اللي هم عن الأمية الهجائية والأمية المعلوماتية التكنولوجية. وعشان بنعيش نحن في عصر المعلومات، عشان كده أصبحت القدرة على القراءة والكتابة مش كافي إنه النفر يعيش، لا، مش كافية للعيش في هذا العصر. لازم يستلزم علينا محو الأمية المعلوماتية اللي هي ايه التكنولوجية. والدولة بتسعى حاليا على تحقيق الحياة الكريمة لكل مصري عن طريق ايه 3 حاجات: بناء المستشفيات، تشييد المدارس،
إقامة العديد من المشروعات. 2. نسبة الأمية في مصر. نسبة الأمية بلغت نسبة الأمية وفقا لعام 2017 نحو 25.8%. يعني ربع السكان أو أكثر من الربع بقليل من نسبة التعداد العام من جملة السكان البالغين، يعني 10 سنوات فأكثر. تزداد نسبة الأمية في الريف طبعا أكثر من الحضر، زي ما جايب لنا في الرسم البياني. في الريف جايب لنا النسبة اللي هي 25%. دي خد بالك، النسبة اللي هي 25% و8 اللي هي نسبة الأمية من تعداد السكان، إن أكثرها في الريف. الريف 32.2 منه، والحضر 17.7 منه. يعني في الريف أكثر من الحضر اللي هي نسبة الأمية فيه. بتكون بين الإناث أكثر من الذكور، وبتختلف نسبة الأمية من محافظة لأخرى. أيوه، في محافظات نسبة الأمية كبيرة فيه. دلل يعني مثلا بيقول لي المحافظات الأعلى أمية زي المركز الأول اللي هي محافظة المنيا، والمركز الثاني اللي هي محافظة بني سويف. هم الاثنين دول المركز الأول والثاني اللي أعلى نسبة في الأمية عنده. أما المحافظات الأقل منها شوية نسبة الأمية أقل، اللي هو المركز الأول محافظة البحر الأحمر، والمركز الثاني محافظة بورسعيد، والمركز الثالث محافظة الوادي الجديد. عاوزين نعرفوا أسباب انتشار الأمية في مصر. انتشار الأمية عشان خاطر ما بيعرفوش يكتبوا أو يقروا. نحن قلنا إن في نوعين من الأمية، أمية اللي هي الكتابة والقراءة، والأمية الأخرى اللي هي معلوماتية، اللي هي ما بيعرفش يشغل مثلا الأجهزة اللي قدامه ويتعامل معاها. يبقى هي من أسباب انتشار الأمية في مصر: أول واحدة الزيادة السكانية. 2. عدم التحاق جميع الأطفال بالمدارس. عشان في الناس ما بتوديش أولادها أو بناتها المدارس. أو تسرب بعض التلاميذ من المدارس. تسرب يعني غياب، يعني ما بيروحش المدرسة، مقيد وخلاص. بما تفسر لي بسبب ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة. يعني عشان خاطر أبوه مثلا تعبان اقتصاديا بيطلعوا يشتغل، بيطلعوا برا عشان خاطر يجيب فلوس عشان يصرف على اخواته ويساعد العيلة، ان كان واد ولا بنت. اما 4. خطورة مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع. نتائجها طبعا مش يعني الأمية نتائجها مش كويسة. ما النتائج المترتبة؟ تؤدي الأمية إلى 1. انتشار الجهل والخرافات بين الناس. 2. التقليل من فرص الحصول على عمل. ليه؟ عشان ده يؤدي إلى انتشار البطالة والفقر. والتأثير السلبي على برامج التنمية المستدامة في المجتمعات، وتؤدي لتدني الاقتصاد القومي. والبطالة البطالة هي الأشخاص في سن العمل وما في الشغل ليهم. عاوزين نعرفوا جهود الدولة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية. أول واحد اللي هي إنه تبذل مصر جهودا كبيرة والدولة جهودا كبيرة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية اللي هي القراءة والكتابة. ومنها إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية. ده متى حصل؟ في سنة 1992 ميلادي. وإنشاء العديد من المدارس عشان للاستيعاب الكامل للأطفال. إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية للمشاركة في برامج محو الأمية. 4. زيادة وعي الأفراد بأهمية التعليم.
اللي هو من خلال ايه؟ من وسائل الاعلام والنشر والنشرات، ان لازم يكون في ايه؟ في الوسائل دي بتنشر وبتدي دعاية علشان خاطر الناس تتعلم. في الجامعات، في بعض الجامعات بتكلف الطلاب اللي فيها انه يقضي على محو أمية كمية مناسبة عشان خاطر ايه؟ نمحو أمية أكثر الناس وتنخفض الأمية إن شاء الله. إنه تعد إيه؟ مشكلة الأمية مشكلة عالمية، مش مشكلة مصر بس، ولذلك اعتبرت منظمة اليونسكو يوم 8 سبتمبر من كل عام اليوم الدولي لمحو الأمية، بهدف النهائية بتوعي وتوعية الناس وتنمية الوعي الدولي بأهمية محو إيه؟ الأمية. بكده شرحنا الدرس الثالث من الوحدة الأولى، نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشجيعنا عشان نعمل إن شاء الله فيديوهات أكتر، وعشان يوصلكم كل جديد من شرح وحل أسئلة. كان معكم مستر رفعت من قناة تفوق في الدراسات الاجتماعية.